امتى اخاف من الاجهاض؟ طب يا ترى ايه هي اسبابه؟ ومين هم الاكثر عرضة للاجهاض؟ كل الاسئلة دي هجاوبك عليها، بس الاول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. اهلا بكم يا حبايبي، وحلقتنا النهاردة عن الإجهاض. مفيش شك إن الإجهاض بيأثر على نفسية الست. طب انت تعرفي امتى تقلقي؟ لما الإجهاض يكون متكرر. تعالي بقى أقولك أسباب الإجهاض. لما يكون عندك خلل في الهرمونات، وكمان وجود مجموعة من الفيروسات. لما يكون عندك ضعف في عنق الرحم أو فيروس القطط، أو لو عندك عيب في قناة فالوب، أو عندك خلل في المشيمة، وأسباب تانية كتيرة. وعادة يا حبايبي الإجهاض بيحصل في أول 3 أشهر، وبيكون سببه غالبا خلل في التكوين الوراثي للجنين، فبيحصل الإجهاض. ومن رحمة ربنا عليك يا بنتي إن العيل ينزل، عشان لو قعد ممكن ينزلك متشوه. لكن لو الإجهاض حصل من الشهر الرابع للسادس، بيكون سببه إن الأم نفسها ممكن يكون عندها أمراض مزمنة، زي إيه؟ الضغط، السكر، الذئبة الحمراء، الأمراض المناعية. لو عندك كمان خمول أو نشاط زيادة عن اللزوم في الغدة الدرقية، أو خلل في المشيمة، كل دي أسباب للإجهاض. علشان كده يا حبايبي لازم تهتمي بمتابعتك مع الدكتور، وتلتزمي بكل تعليماته. وفي الختام يا رب تكونوا بسلام. يلا ابعتولي على صفحة البرنامج وأنا هرد عليكم على طول، واستنوني في حلقة جديدة من برنامجكم الداية.